يلا يلا بسم الله، يمكن يطلع لنا لعيب حلو كده ولا حاجة. بسم الله بسم الله، صلى على النبي وتعالى نفتح الباك. عايز اقول لكم ان هي سهله جدا ان انت تجمع جرارد. انا جرارد ال 96 يعني انا بادئ اول امبارح تقريبا في جرارد، خدت جرارد ال 96 النهارده اعتقد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده في فيديو جديد بقى هوريكم بقى ايه اللعيبه اللي حصلت في الايكون. واول حاجه هناخد جرارد 96 وهنفتح كام باك هديه، وهوضح لكم كام معلومه ايكون ونقط الايكون. طبعا اول حاجه خدنا ستيفن جيرارد 96 وقربنا نخش على ال 98 وناخده، وهنشوف دلوقتي كمان شابي الونسو. طبعا اول حاجه تعالوا بقى نفتح كام هديه وحدث الايكون، حدث قصدي اليورو اللي هو قرب يخلص. هقول لكم قدامه قد ايه عشان يخلص. طبعا جيرارد زي ما قلت لكم بتخش في الاول بتكمل تعمل هديه، تخش في الثاني تاخد الهديه، تخش في الثالث زي دوت. خدنا الهديه في الثالث، عملنا كليم لجيرارد 96. دوس نيكست شابتر هيدخلنا في الشابتر الرابع. تعالوا بقى اوريكم ونشوف كمان شابي الونسو. وادي اول حاجه الشابتر الرابع اهوت هيدينا ايه بعد ما العب الماتش دوت. انا معايا كهرباء العب بيها الماتش دوت اهوت، وادي الماتش دوت والماتش دوت وايه، وهيدينا 4 ماتشات تقريبا، وهيدينا نسخه ماسكرانو و100,000 جنيه زي ما هما، زي ما كام ولا كام جنيه نسخه ماسكرانو 300,000 جنيه، مش 100,000، 300,000 كنز. بعدين نخش على 5 نسخه ونفتح جيرارد ال 95. وتعالوا هوضح لكم كام معلومه بخصوص التوكن ديت ال 2000 اللي ايه ال 2000 وي توكن. تعالوا بقى نخش الاول ناخد شابي الونسو زي ما قلت لكم. ادي شابي الونسو 92 مجانا اول حاجه، وهنشوف ازاي نجيب شابي الونسو. وادي شابي الونسو 92 ده مجانا. معانا شابي الونسو برضو 98 اعتقد، هنشوف مع بعض دلوقتي وهوريكم كل حاجه وكام شابتر لشابي الونسو. ادي اول حاجه شابي الونسو نفس الكلام، بنلعب ونخش تاني شابتر تالت شابتر لحد ما تفتح شابي الونسو 99 سي دي ام. 99 سي دي ام. وادي نشوف شابي الونسو كام شابتر. شابي الونسو 5 شابترات برضو. تعالوا بقى اوريكم حاجه تانية وايه. شابي الونسو نفس الكلام، بتاخد الكهرباء وبتلعب والكلام هو صح هو بس في حاجه ان الكهرباء هي واحد، يعني الكهرباء واحد اللي انت بتاخدها في المين هي اللي بتلعب فيها. في ستيفن جيرارد وشابي الونسو لا تكون فاكر ان انت هتاخد كهرباء تاني او حاجه تانية. طبعا في معلومه تانية عايزين نقولها مهمه. حدث اليورو اعتقد ان احنا عايزين نقول كده كل سنه وانتم طيبين. وحدث اليورو 3 ايام وهيكون خلص، وكل حاجه فيها هتكون خلصت. اللي لسه ما فتحش حاجه المفروض يخش يفتحها وياخد الهديه، كل الهدايا. واعتقد ان انا خدت كل الهدايا مع بعض زي ما شايفين. باقي بس اخد اللي هي نسختين ماسكرانو او لعيب من 95 ل 98، وان شاء الله اخدهم معاكم دلوقتي. واعتقد ان انا عايز نسختين ماسكرانو لان لعيب من 95 حتى لو اداني لعيب 98 اعتقد ان انا مش هحطه في الخطه. تعالوا نفتح الهدايا مع بعض. وتعالوا اوريكم اخر حاجه الايكون، النقط الايكون اللي احنا قاعدين بناخدها في حدث جيرارد وشابي الونسو. هنعمل باقي لانها مهمه جدا، وهي نفس اللي بناخدها في فيزا اتاك وهيد تو هيد. هي نفس اللي بناخدها في الفيزا اتاك والهيد تو هيد. فطبعا بدلت بالنقط اللي كانت في الفيزا اتاك والهيد تو هيد. تعالوا نفتح، احنا ما جبناش ال 16 تايم لسه. تعالوا بقى ناخد الهدايا الاول ونجيبهم. يلا بسم الله. ما تنساش تصلي على النبي وتكمل الفيديو. لو انت مش لسه على القناه اعمل سبسكرايب في القناه عشان ان شاء الله احنا بنقدم عظمه. وعايز اقول ان انا حدث اليورو من اول اخره تقريبا انا كده خدت هدايا حدث اليورو كله الا اخر هديه اللي احنا ان شاء الله هناخدها في الفيديو دوت. تعالوا بس نشوف معانا اخر هديه اللي هي نفتح 16 باك. بعيدا عن ان احنا الفيديو اللي فات برده خدنا اخر هديه، عملنا مقيدات اليورو كلها ومع بعض الحمد لله، وفتحنا جونستون 97 وفتحنا لعبه ثانيه عندك. فطبعا كان في حد معايا، بس ثانيه نكمل الفيديو ونفتح الباك اللي قلنا عليها. ثانيه تعالوا بقى ناخد الهدايا الاول وهقول لكم ملحوظتين تانيين. ناخد كل الهدايا دي كده ماشي، ونخش نفتح حدث اليورو اخر حاجه.
عايز اقول لكم ان هي سهله جدا ان انت تجمع جراد. انا جراد ال 96 يعني انا بادئ امبارح، اول امبارح تقريبا في جراد، خدت جراد ال 96 النهارده. اعتقد برضو ان انتوا شفتوا معايا فيديو الايكون منزله اول امبارح، مفيش تقريبا النهارده بعد يومين بالظبط خدت جيرارد ال 96، وان شاء الله بكره او بعده هاخد جيرارد ال 98. طبعا هنا ايه، هنا الباك ديت لحد دلوقتي ما عملتش ال 16 طيب ماشي مش مشكله، نبقى نفتح 16 تايم بكره المره 16 ولا حاجه. تعالوا اخر حاجه اقول لكم ايه، فكنا من اليورو دلوقتي. اليورو كده كده هيخلص زي ما قلنا بعد 3 ايام، بس عادي انا افتح اخر هديه كده كده معايا وقت. وادي دي الباك اللي هي كنت واخدها الفري. تعالوا بقى اخر حاجه نفتح اوريكم نقط الايكون اللي احنا قاعدين بنجمعها، وبنجمعها في الفيزا اتاك، وبنجمعها في الهيد تو هيد، وكل حاجه هنعمل بيها ايه. طبعا نزل هنا مقايضات طبعا في الديفيجن ليفلز اهيت بتاعت الفيزا اتاك والهيد تو هيد. النقط اهيت ممكن ناخد بيها لعيب ب 2500 نقطه، ممكن ناخد جوهره يعني اتبدلت. دلوقتي انت ب 1000 نقطه من ديت ممكن تاخد 2500 جوهره، النقط ديت اتبدلت. طبعا اللي كان عنده النقط ديت يعني كان مجمع نقط من ديت على اساس ان هي ديفيجن ليفلز، النقط الثانيه القديمه اللي هي ديت فين مش عارف راحت فين النقط. اللي مجمع نقط راحت فين؟ المهم ان هي كانت هنا، بس انا عشان بدلتهم كلهم. اللي مجمع نقط اللي جمع نقط الايكون وب 200 نقطه ممكن يفتح 100 بوينت من البوينت بتاعت حدث اليورو زي ما احنا شايفين قدامنا. ونفس الكلام ممكن تفتح بيها باك ب 2500 او تفتح تيشيرت او تفتح الهدايا او هكذا زي ما قدامنا. طبعا تعالوا نفتح باك على السريع برضو بالجواهر ديت، وهوريكم اخر حاجه في الفيديو النهارده. نفتح باك الاول بس كده يمكن الحظ يلعب. عايز اقول لكم ان الفيديو الجاي دمار، استنوا بقى مفاجاه. فين الباكات؟ نفتح باك ديت، يلا بسم الله، من 90 ل 4 ل 99. يلا بسم الله. هو ايه الحظ ده 91 مليون اس تي بجد، حظ ما فيش منه خرا. تعالوا بس نفتح اخر باك تانية، مفيش باك حلوة توحد ربنا. ممكن نفتح الباك دي، ما اعتقدش ان هيطلع فيها حد تاني، بس ماشي يلا بسم الله، يمكن يطلع لنا لعيب حلو كده ولا حاجة. بسم الله صلى على النبي. وتعالى نفتح الباك. عرفت ماشي، السي دي ام ده هو ما بيطلعليش غيره، مش عارف جاي منين صراحة. ماشي المهم يلا، وجبنا اخر حاجه. فانا قلت لكم ان الكوينز دي او النقط ديت بتاعت الايكون ديت اللي قاعدين بنجمع فيها ممكن نفتح بيها باكات، او ممكن نفتح بيها كل حاجه زي ما انتم شايفين. ممكن نفتح بيها السيلفر اللي هنا او الاكستشينج اللي هنا في الديفيجن ليفلز، ممكن نفتح بيها باك، ممكن نفتح بيها لعيب، ممكن نفتح بيها جواهر، ممكن نفتح بيها كل حاجه. ودي اخر حاجه كنت اقول. تعالوا نفتح كامبك في الايكون بما اني معايا 300 نقطه ايكون، وحدث الايكون ان شاء الله 3 ايام وهيخلص. وادي كان الفيديو ده قلت لكم برده خدنا جيرارد 97، خدنا جيرارد 96، والفيديو الجاي ان شاء الله نفتح جيرارد 98 او الفيديو اللي بعد الجاي، لان الفيديو الجاي فيه مفاجاه تاني هوريها لكم دلوقتي. تعالوا بس نفتح ايه، تعالوا نفتح كام لعيب هنا، يمكن يطلع لنا لعيبه. يمكن بما اننا قفلنا كل حاجه هنا، تعالوا نفتح بقى ايه الباك دي، يمكن نلاقي حظ حلو. يلا بسم الله. انا من اول الناس اللي متابعاني بجد، من اول حدث اليورو دوت بقالي شهر، كل ما افتح الباك دي يطلع لي فيها بيدا 80 بس. يعني تقريبا حاطين نسبه الحظ ان يطلع لك بيدا 80 ده نسبه 99%، وان يطلع لك لعيب تاني نسبه 1%. مثلا تلاقي لعيب 86 دلوقتي اهوت. وادي ايه تاني، الناس اللي ما شافتش فيديو مقايضات اليورو اتمنى تخش تشوفوه. جون ستونز 96 لعيبه جامده جدا جدا جدا. وتستنوني عشان بكره ان شاء الله هنفتح بقى ايه، هنفتح هدايا اليورو، هنفتح هدايا كوبا.
مش اليورو. اخر باك في اليورو اللي هي بتديها لعيب من 90 ل 99، ونسخه ماسكرانو تاني، و1000 جوهره تاني. وممكن نفتح باك في باك ب 4000 جوهره او 3000 جوهره تاني الفيديو جاي، ونفتح نسخه ماسكرانو 1000 جوهره والباك دي. فما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات بتاع المقايضات اليورو واللعيبه اللي طلعت لنا، واستنوني على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وان شاء الله يطلع لنا هديه حلوه في الباك ديت. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.